عزيزي اليوتيوبر الجديد اللي لسه بيبدأ او اللي بدأ اوريدي ودخل اليوتيوب بارتنر بروجرام، في 3 ابديتس حصلوا الاسبوع اللي فات لازم تكون عارفهم لان ليهم علاقه بارباحك. اول ابديت الاكسبانشن بتاع اليوتيوب بريميوم لايت. انت عارف اوريدي بريميوم السبسكريبشن اللي بيخليك تتفرج على الفيديوهات من غير اعلانات، وكمان معاك يوتيوب ميوزك. كمان بتقدر تعمل اوفلاين داونلود للفيديوهات عشان تتفرج عليها من غير انترنت. عمل منها نسخه ارخص بحوالي 56 جنيه في الشهر وبفيتشرز اقل، يعني مثلا من غير يوتيوب ميوزك، وكمان مش هتتفرج على كل الفيديوهات من غير اعلانات، لا معظم الفيديوهات هيبقى من غير اعلانات. طيب ايه علاقه ده بيك ككرييتور؟ لان يوتيوب بريميوم لايت هيبقى نيو سورس اوف انكم ليوتيوب، وبالتالي هيبقى نيو سورس اوف انكم ليك، علشان كده جزء من ارباح يوتيوب بريميوم لايت هيبقى ليك زي يوتيوب بريميوم العادي ولكن بنسبه مختلفه. الابديت الثاني هو شروط ارباح يوتيوب شورتس. لو انت معتمد بشكل اساسي على يوتيوب شورتس او الشانل بتاعتك شورتس بس، فانت من اول 1 فبراير 2027 هتبقى مضطر يكون عندك كونستنتلي طول الوقت على مدار ال 90 يوم اللي فاتوا 10 مليون فيوز علشان تفضل بتاخد ارباح من الشورتس. فانت لازم تفضل طول الوقت عندك 10 مليون فيوز في اخر 90 يوم. نيجي بقى للمين ايفنت واكتر خبر مهم في الفيديو ده واكبر تحديث حصل لليوتيوب بارتنر بروجرام من 2018، وهو تغيير الشروط بتاعه ان انت تدخل اليوتيوب بارتنر بروجرام. في الاول كانت 1000 سبسكرايبر و4000 ساعه واتش تايم في اخر 365 يوم او 10 مليون فيوز على الشورتس. دلوقتي ال 4000 ساعه واتش تايم اتضاعفوا بقوا 8000 ساعه واتش تايم في اخر 365 يوم او 20 مليون فيو على الشورتس في اخر 90 يوم. يعني انت لو كرييتور جديد وعايز تدخل اليوتيوب بارتنر بروجرام، فانت لازم تبدا من دلوقتي النهارده 15/8 لغايه 1/2/2027 انك تكون حققت اوريدي ال 4000 ساعه واتش تايم علشان تدخل في اليوتيوب بارتنر بروجرام. لان دخول البارتنر بروجرام من يوم 1/2/2027 هيبقى اصعب بكتير جدا، هيبقى اصعب بالضعف. طيب لو انت اوريدي جوه اليوتيوب بارتنر بروجرام مش هيحصل لك اي حاجه، بس لو انت بتعتمد على الشورتس لازم تحافظ على ال 10 مليون فيوز في اخر 90 يوم. او لو انت كرييتور جديد وحاسس انك مش هتقدر تحقق ال 4000 ساعه واتش تايم من النهارده لغايه يوم 1/2/2027، ابدا احسب على ال 8000 ساعه وخلاص. وال 8000 ساعه دول حوالي 500,000 فيو، كل فيو فيهم مدته دقيقه. فانت لو الافريج واتش تايم عندك على الفيديو دقيقه، فانت محتاج 500,000 فيو. لو الواتش تايم عندك دقيقتين هتحتاج 250,000 فيو وهكذا. وده تشالنج ليا انا شخصيا ان انا الحق احقق ال 4000 ساعه واتش تايم، علشان اونستلي مش هدخل في الهاسل بتاع ال 8000 ساعه. انا اخري ال 4000 ساعه احققهم في 5 شهور ونص دول وابقى خلاص. ولكن ايه هو سبب التغيير ده؟ السبب الحقيقي اللي هم بيقولوه ان احنا عشان نمنتين الديفلوبمنت بتاعتنا والبرودكت بتاعنا يبقى هاير كواليتي، واحنا اوريدي دلوقتي بنستقبل فيوز كتير جدا، تقريبا 200 مليار فيو كل يوم، فاحنا عايزين نحافظ على الكواليتي والمش عارف ايه. ولكن السبب الحقيقي هو الاي اي. طبعا الفكره ان الاي اي خلى دخول اليوتيوب بارتنر بروجرام اسهل جدا، لان اي حد بيقدر يعمل فيديوز بالاي اي سواء كانت شورتس او فيديوز طويله. كل الناس بتدخل يوتيوب بارتنر بروجرام لان المعلنين بيظهر الاعلانات بتاعتهم على فيديوهات مش مهمه او مش مفيده او ملهاش لازمه او اي اي سلوب. فالمعلنين عايزين الاعلانات بتاعتهم تظهر على فيديوهات اكتر تفاعل واكتر حقيقيه عشان يبيعوا. طبعا هو مش مجرد هيظهر الاعلان وخلاص. الحل بقى اللي هيحصل نتيجه التغيير ده ان استخدام الاي اي هيزيد اكتر علشان الناس تقدر تحقق الشروط الجديده. وفي النص الناس اللي بتعمل جينيوين كونتنت هي اللي مش هتقدر تحقق الشروط. ولكن لو انت كرييتور وعندك انجيجمنت حقيقي، فانت مش مضطر يكون مصدر ربحك الوحيد هو الاعلانات، لان في سورسز تانية تقدر تستخدمها زي سبونسر شيب، برودكت بليسمنت، والبراند ديلز. وبكده دي تبقى هي الابديتس اللي حصلت الاسبوع اللي فات على اليوتيوب بارتنر بروجرام او على يوتيوب بشكل عام. انت كرييتور جديد قول لي هتعمل ايه علشان تلحق نفسك قبل يوم 1/2/2027، او حد عايز يبدا يبقى يوتيوبر ابعت له الفيديو ده علشان يبقى عارف هو داخل على ايه.